هتفضل كده لحد امتى؟ زعلان على اللي فات واللي راح منك. هل زعلك على اللي فات وضاع منك هيرجعه تاني؟ لو الزعل على اللي خسرته بيرجعه ما كانش حد غلب، وكانت هتبقى مناحة يا شقيق. وعشان كده عايز اقولك انك لازم تتخلص من الاحباط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد من برنامج انجليشاوي على يوتيوب. قبل ما نبدا الفيديو بس ما ننساش ان احنا ندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم، اللهم امين. بس طالما وصلت الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه، ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. مفيش شك ان الاحباطات موجوده حوالينا في كل مكان، سواء بقى احباط في الشغل او احباطات في حاجه كان نفسك تحققها بس ربنا ما قدرش ليك ان هي تتحقق، او احباط في حاجه كنت بتسعى ليها ومع كل السعي اللي انت بتسعاه وكل حاجه انت بتعملها برضه ربنا ما ارادش ان هي تتحقق، فبتحس باحباط. كل الحاجات اللي بتحصل حواليك اكيد ليها حكمه من عند ربنا، وعشان كده انك تحط نفسك في زون الاحباط وانك تسلم بالامر الواقع ده اكيد مش حل، وعشان كده انت مطلوب منك السعي ومن الله السعه. من ضمن الحلول للحاله اللي انت فيها انك تبعد عن الناس المحبطين اللي حواليك. في ناس كده موجوده حواليك سوداويه مش حابه انك تكون كويس او في مكانه كويسه، فدايما بيحطوا عليك ضغط انك تسيب حلمك وانك اصلا مش هتنجح في اللي انت بتعمله ده، فبيسبب لك احباط اكتر واكتر. تاني حل الموضوع الاحباط اللي انت عايش فيه، حاول انك تحيط نفسك بناس تشجعك وناس مؤمنه بيك انك تقدر تتخطى الاحباطات والصعاب اللي بتمر بيها. وطبعا قبل ده كله الاستعانه بالله عز وجل والاستعاذه من الشيطان الرجيم، لان الشيطان دايما بيحسسك بالعجز وانك مش هتقدر تعمل حاجه. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، فدايما الشيطان بيحسسك بالعجز والاحباط وانك مش هتقدر تعمل اي حاجه او هتتقدم خطوه لقدام. في النهايه عايز اقول لك ان مفيش حاجه مستاهله انك تزعل وتحبط نفسك عليها، بس الحاجه الوحيده اللي مستاهله منك انك تحارب وتموت نفسك عشانها هي احلامك وطموحاتك، وإياك تسمح لحد انه يدوس عليها او يقلل منها تحت اي ظرف من الظروف. وخليك دايما فاكر وان سعيه سوف يرى. سلام.